كاني عكارو خبات كاني دبستانا ولات كاني شيخين بابي مراد كاني معشوق خزنوي كاني معشوق خزنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد نحن مقبلين فيه على أيام كلها خير وبركة، ومن أجل ذلك نخرج اليوم قليلا عن سلسلة مواضيعنا عن القلب وأمراضه، لنتحدث عن الليلة عن هذه الأيام التي نحن مقبلين عليها، أيام خير وفضل وكرم. فنحن في أهم 10 أيام في السنة كلها، أيام مباركة طيبة، وتعد من أعظم وأكبر نعم الله عز وجل علينا، ونعم الله علينا كثيرة ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن فضل الله عز وجل أنه يمتعنا بالمواسم الطيبة والمباركة من أجل تنظيف القلوب والوصول إلى حضرة الرب بوجوه مبيضة. أبقاك الله بأن بلغك رمضان لأنه يحبك، وأراد لك أن تصل إلى موسم الخير ليغفر لك. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبن الكبائر. الإمام الغزالي رحمه الله يقول: إذا أحب الله عبدا استعمله في الأوقات الفاضلة في الأعمال الفاضلة. ولذلك قيامك في رمضان للياليها سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. الإمام البخاري ومسلم يرويان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا صومك لأيام رمضان سبب آخر لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. أيضا روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذه الليالي العشر التي نحن مقبلين عليها اعتبارا من هذه الليلة هي الخلاصة، هي خلاصة الخلاصة، هي الزبدة. المولى عز وجل خلق الأيام والليالي واصطفى منها شهر رمضان خلاصة لأيام وليالي السنة، ثم اصطفى من رمضان وجعل خلاصتها في هذه الأيام والليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. وخلاصة هذه العشر تكون في الليالي الفردية التي نرجو الله عز وجل أن توافق ليلة القدر. هذه الليالي المباركة تبدأ من هذه الليلة، ليلة 21، وتنتهي بخروج رمضان، سواء كان ناقصا 29 يوما أو تاما 30 يوما، فإن نقص الشهر فهي 9 ليالي. هذه الأيام سواء كانت 9 أو 10 هي الفرصة الأخيرة لنا. إن فاتك ما مضى من الشهر فها هي الفرصة
أمامك لتبدأ مسارا جديدا يغفر الله فيها ذنبك ويعتقك فيها من النيران. والشقي من لم يشمله الهبة الربانية في هذه الأيام، وذلك هو الخسران المبين. الإمام الترمذي والإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد يرويان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد ذات يوم المنبر، فلما صعد الدرجة الأولى سمع أنه يقول آمين، فلما صعد الدرجة الثانية سمع يقول آمين، ثم لما صعد الدرجة الثالثة قال آمين. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من موعظته ومن خطبته، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، سمعناك وأنت تصعد درجات المنبر تقول آمين آمين آمين، فما شأن قولك آمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل وقال لي: بعد وخسر. قلت: من يا جبريل؟ قال: من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فقلت: آمين. فلما صعدت الدرجة الثانية جاءني جبريل وقال لي: بعد وخسر. قلت: من يا جبريل؟ قال: من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما صعدت الدرجة الثالثة، وهنا محل الشاهد، فلما صعدت الدرجة الثالثة جاءني جبريل وقال لي: بعد وخسر. قلت: من يا جبريل؟ قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له. الشقي من أدرك رمضان فلم يعمل فيها الأعمال الصالحات النافعات حتى يعتقه الله من النيران في هذه الأيام الفاضلات. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على هذه العشر، ويخصها بعناية كبيرة، ويجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الأيام بالعبادات والحرص على أفعال الخير. في الصحيحين يرويان عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره كناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد فيها زيادة عن المعتاد، وقيل أنه اعتزال عن النساء. وأما قولها وأحيا ليله أي استغرق معظمه بالصلاة والعبادة والقراءة والذكر والدعاء بقلبه ولسانه وجوارحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين أنه ما قرأ القرآن في ليلة كل القرآن، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرا كاملا في غير رمضان. وقولها أمنا عائشة قولها وأيقظ أهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على استغلال هذه الأيام الباقيات من أيام رمضان بالذكر والدعاء، فكان يوقظ سائر أهله. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على دار فاطمة وعلي ويطرق عليهم الباب في الليل ويقول لهما: ألا تقومان فتصليان؟ وروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان 10 أيام لم يدع أحدا يطيق القيام إلا أقامه. فهذه أيام مباركة،
وهذه أيام طيبة، وهذه مواسم الخير. إن فاتك ما مضى من شهر رمضان فدونكم هذه الأيام العشر يغفر الله سبحانه وتعالى فيها ذنوبنا إن أخلصنا النية فيها لله عز وجل وأتينا بالأعمال الصالحات. كبرنامج بسيط لاستغلال هذه الأيام الفاضلات، أولا ابتداء من هذه اللحظات توبوا إلى الله عز وجل واستغفروا من ذنوبكم. وحتى أنت الذي تقول أنا تائب والحمد لله مصلي صائم، جدد توبتك لله عز وجل، فإن هذا بداية التغيير في حياتك. ولا يلهينك الشيطان ولا يبعدنك الشيطان عن التوبة حين يوسوس لك أن ذنوبك عظيمة. أيها الغافل، ستتوب من ماذا ومن ماذا؟ فقد فعلت الأفاعيل. لا تقلق، فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم. إذا أقبلت عليه بقلب صادق فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعها. كل الذنوب الله سبحانه وتعالى سيغفرها لك. في الحديث القدسي ربنا عز وجل يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة ولو بلغت ذنوبك عنان السماء. الأمر الثاني كبرنامج، ولا أدري هل هذه الأيام يتناسب مع هذه العبادة أم لا، إنه عبادة الاعتكاف. أحد أهم أعمال هذه العشر هو عبادة الاعتكاف، بأن تجلس في المسجد بنية الاعتكاف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. لكن هذا الأمر يحتاج منكم إلى التواصل مع إدارات المساجد في أحيائكم والتزام قرارات ونصائح السلطات الصحية حتى يبعد الله عز وجل عنا هذا البلاء الذي أصاب البشرية كلها، اللهم آمين. الأمر الثالث الذي علينا الحرص فيه في هذه الأيام الفاضلات هي تلاوة القرآن. فرمضان هو شهر القرآن، والإكثار من قراءته بتدبر وخشوع. الله سبحانه وتعالى يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فينبغي استغلال هذه الأوقات لا سيما هذه الأيام العشر الأواخر في التفرغ لمدارسة القرآن الكريم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن الكريم في كل يوم من أيام رمضان. الأمر الرابع الذي يجب أن لا نغفل عنه هو الإنفاق في سبيل الله في هذه الأيام العشر المباركة. انظروا إلى من حولكم من بيوتات تبيت على بطون خاوية. انظر من حولك بتمعن كم من إنسان فقد عمله بسبب الكورونا، أو كم من إنسان يحتاج إلى لقمة بسبب اللجوء والمعيشة تحت الخيم أو بسبب الحصار والحرب. يتحسر قلبه وتدمع عينه وهو ينظر إلى أطفاله إلى بنيه ولا يستطيع أن يفعل لهم شيئا. هنا يختبر الإيمان، وهنا يختبر توبتك، وهنا تختبر إنسانيتك لتجود في كل يوم ولو باليسير على هؤلاء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. ولا تظن أنك تستحق الشكر بدفعك لهذه الصدقات، بل أنت تستحق أن تشكر هؤلاء الفقراء والمساكين.
يعني لا تظن بأنك عندما تخرج من أموالك مما أودعه الله عز وجل عندك من رزق تتصدق به على الفقراء والمساكين لا تتصور أنك تستحق الشكر، لا، بل الذين يستحقون الشكر هؤلاء الفقراء والمساكين أصحاب البطون الجائعة، لأنهم هم الشركة الوحيدة التي تستطيع الشحن إلى الآخرة، هم الشركة الوحيدة التي تستطيع أن تأخذ أموالك لشحنها إلى الآخرة تلقاها أمامك. لا يوجد على وجه الأرض شركة تستطيع فعل ذلك الأمر إلا الفقراء والمساكين وأصحاب البطون الخاوية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل بيته يوما وقد ذبحوا شاة، دخل على عائشة ويسألها ما بقي من الشاة، فتقول أمنا عائشة يا رسول الله ذهب كلها ولم يبق منها إلا الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقي كلها إلا الكتف، لأن الذي تصدقت به على الفقراء والمساكين فهم يشحنون لك تلك الصدقة وتلك الأموال إلى الآخرة لتلقاها أمام عينك. انظر الإمام ابن حجر العسقلاني يروي في كتابه العجاب في بيان الأسباب، أسباب النزول، يذكر أن سبب نزول قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يذكر في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال من تصدق بصدقة فله مثلها في الجنة. وكان من بين الجالسين صحابي جليل كنيته أبو الدحداح، سمع هذا العرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم فتثبت به قلبه، فقال يا رسول الله إن لي حديقتين إن تصدقت بحديقة منهما فإن لي مثلها في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال وأم الدحداح معي؟ قال نعم. قال والصبية معي؟ أولادي أطفالي الصغار والصبية معي؟ قال نعم. فقال أشهدك يا رسول الله أني قد تصدقت بها لوجه الله عز وجل. ثم أسرع إلى حديقته ونادى على زوجته أن يا أم الدحداح. قال لبيك يا أبا الدحداح. قال إني جعلت حديقتي هذه صدقة واشتريت مثلها في الجنة وأنت معي والصبية معي. فقالت بارك الله لك فيما اشتريت. الصدقة التي تتصدق بها في هذه الأيام المباركات وكم من حولك من يحتاجون إلى تلك الصدقة هي سبب لدعاء الملائكة لك في أن يزيد الله مالك وأن يبارك لك في رزقك. الإمام البخاري يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ثم يقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن نتصدق ولو باليسير حتى يستجاب دعوة الملك فينا اللهم أعطي منفقا خلفا. وإلى غد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.